السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جوع بقى ايه؟ وجريمة نص الليل، جريمة نص الليل. هتعمل لنا ايه يا ام ملك؟ هنعمل رز معمر بقى حلو بقى، وسر الطعم واللون يا جماعة، سر الطعم واللون الجميل الحلو ده الرز المعمر الخطير اللي انا بقطعه معاكم ده. سبتها يا دوبك تهدى شوية كده وقلت اقطعها معاكم خرط خرط كده، زي احلاها، زي يعني زي اكنك بتاكلي كيكه، اكنك بتاكلي بسبوسه، اكنك بتاكلي جلاش بقى، من الجمال والحلاوه بقى بالطعامه، وخرطه بخرطتها يا حبايب قلبي. هوريكم كده لونها من فوق عامل ازاي ولونها من تحت عامل ازاي، حاجه كده وهم، وحاجه كده سريعه وسهله وبسيطه جدا جدا جدا. وبالنسبه للحلو اللي اليومين دول موجود، يعني يعتبر ايه، سعره مش مكلف. يعني هم يا دوبك كوبايتين رز ولا حاجة على كيلو لبن. يعني ايه الموضوع؟ يعني ابسط ما يكون وتغيير وحلو. ممكن تعمليها فطار، ممكن تعمليها عشاء، وكل حاجة متوفرة ان شاء الله في البيت يا حبيبة قلبي. زي شايفين، بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة العلو بتاعه ده بقى بيرجع لك انت. هتحطيه في صينية صغيرة هيطلع عالي، تحطيه في صينية كبيرة هيطلع واطي. انت زي ما انت حابة تعملي. تمام. انا بوريكي لونها وجمالها وحلاوتها من تحت ومن فوق، واخدة اللون الذهبي الجميل. الله الله الله، حاجة كده يعني ما شاء الله، لوز العنب زي ما بيقولوا. حاجة كده مكرملة وزي العسل. طب عملناها ازاي ده؟ تعال نشوف بقى المقادير بتاعتنا وعملناها ازاي. صينية الرز المعمر الحلوة الجميلة دي. بس ما تنسوش تصلوا على النبي، لو وصلتوا لغايه كده صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كنت طبعا ايه، بعمل اكل وسمك والكلام ده كله، وقلت اعمل حاجه حلوه كده ان ايه للسهره بقى، شويه فشار حلوين. طبعا احنا عملنا معاكم في القناه الفشار المكرمل والفشار اللي بالتوابل، وعملنا معاكم الحاجات الحلوه، وعملنا معاكم صواني حلو كتير. فلو انتوا حابين اي حاجه هتلاقوها في القناه يا حبايب قلبي. انا يعني ليكم زي ما انتم شايفين المج ده حبيبه قلبي، اي مج عندك، اي كوبايه عندك. انا المج ده عملت بيه كوبايتين رز، كوبايتين رز البلدي الجميل بتاعنا. نقيتهم وغسلتهم كويس جدا، مش نقع ولا حاجه، يا دوبك نقيتهم وغسلتهم عليهم كوبايتين ونص ميه من نفس العيار. يعني نفس المج اللي عايرتي بيه الرز اعاير بيه ميه. كوبايتين رز على كوبايتين ونص ميه، وحطيتهم في حله كده واحطهم على النار. وكيلو لبن يا حبايب قلبي. بصوا كيلو لبن بسم الله ما شاء الله، يا دوبك غليته وبالقشطه بتاعته وبالزبد بتاعته زي ما بيقولوا كده. هو يعني ايه كامل الدسم بقى، بدسمته بلبنه بقشطته بكله، بسم الله ما شاء الله. اللبن اللي انت حباه، انا بحب اجيب اللبن الجاموسي واغليه. انت حابه لبن شركات ما فيش اي مشكله، اللي هو كيلو لبن او لتر لبن اللي يعجبك. تمام. يبقى كوبايتين ونص ميه على كوبايتين رز على كيلو لبن، ونحطه على النار يا حبايب قلبي لغايه ما يفشر. يعني ايه يفشر؟ هنشوف مع بعض يعني ايه هنفشر. هنحط حبايب قلبي سكر، والسكر دوت على حسب الرغبة. يعني انت زي ما انت بتحبي كده، السكر كتير قليل مظبوط براحتك. انا هقلبه كويس وادوقه كده زي الرز بلبن كده، واشوف الدنيا فيها ايه، محتاجة بحط، مش محتاجة خلاص يبقى تمام. كل دوت على نار عالية. اول ما يغلي هنخلي النار وسط، ولا واطية قوي ولا عالية قوي، هنخليها وسط. وقلت لكم يفشر، يعني الرزية تنفش كده وتطرى وتشرب اللبن وتبقى مفتحة كده. وهوريكم ازاي لما يتفشر، هوريكم يبقى شكلها عامل ازاي. احلى حاجة حبيبة قلبي ان انت تعملي الاكل كله على نار وسط، النار الهادية كده الوسط، يعني اللي هي ايه، ولا هادية قوي ولا عالية قوي، نار وسط كده تاخدي منها احلى اكل واحلى يعني. اي حاجة بتعمليها على نار وسط يا سلام، تاخد وقتها كده والحاجة يبقى طعمة وجميلة. بصوا لسه اللبن لسه اللبن ولسه الرز ما نفشتش ولا حاجه، عشان كده لسه ما فشرتش. وهنحط كيس فانيليا بس برضو مش دلوقتي. ظبطنا السكر بتاعنا وكل حاجه تمام. اهو يا حبايبي قلبي كده الرز شربت اللبن واستوت شويه ونفشت وفشرت زي ما بنقولوا. حطينا كيس الفانيليا ونقلب كده، ونروح بقى ايه حاطينه في صينيه. شوف الصينيه المقاس اللي انت عايزاه، وحطيه في صينيه على طول. طيب عندنا اختيارين بعد ما نحطه في الصينيه. لان نحط له قشطه، لان نحط له سمنه بلدي. يا سلام على الجمال والحلاوه، لا قشطه لا سمنه بلدي، الاتنين اجمل من بعض. بس بما اني عندي قشطه،
لما اللبن بيغلي واسيبه يبرد واحطه في التلاجة، ببص الاقيه بقى تاني يوم ايه، القشطه بسم الله ما شاء الله حاجه تحفه يعني. بس اولادي ربنا يهديهم ويصلح حالهم مش بيحبوها، فبحطها في الايه، في علبه واحطها في الفريزر، ولما بحتاجها بقى زي كده هو في اي حاجه بقى بحتاج قشطه باخد منها بقى. تمام، يعني عملت معاكم القشطه في وصفات كتير على فكره، فلما بحتاجها في اي وصفه باخد منها. فانا هاخد معلقتين ثلاثه كبار وهو سخن زي كده اهوت، واحطهم بقى عليه واقلبهم كده ايه، في الصينيه كلهم. هتشوفوا دلوقتي هعمل ازاي. انا دلوقتي بفضي الحله كلها في الصينيه بتاعتي وهي سخنه على طول، او مفشر كده والرزايه كده نفشت كده وشربت الصوص اللبن اغلبيته ونفشت كده حبايب قلبي وطريت، رحت مفضيها زي ما انتم شايفين كده في الصينيه. وهجيب بقى القشطه بتاعتي واحطها على الوش. شايفين بسم الله ما شاء الله وش اللبن الجميل اللي بناخده بخير ودوت، ونحطه، هنحط معلقتين ثلاثه كده ونقلبهم في الصينيه كويس. شايفين؟ يا سلام يا سلام، يا جماله يا جماله، يعني من دقنه وفتله من اللبن خدنا القشطه بتاعته. شايفين؟ كل حاجة في البيت بيبقى فيها بركة وطعم حلو وجميل وعمايل ايدك يا حبيبة قلبي احلى من بره 100,000 مرة. وهتلاقوا في القناة عملنا معاكم برضو قبل كده العزيزية يعني شوية مكرونة حبيبة قلبي سباكيتشي، عملنا بيهم احلى طعم برضو للعزيزية الدمياطي، وعملنا موجود في القناة يا حبايب قلبي. لو انت عايزة تغيري وتعملي اكلات حلوة وسهلة وبسيطة، كل حاجة موجودة في القناة بإذن الله. شوفي قلبناه ازاي، يبقى لا الا قشطه 3 معالق ولا معلقتين كبار كده، ما عندكيش حطي معلقتين سمنه بلدي وقلبيهم زي ما انت شايفه كده وحطيهم في الفرن. طب درجه حراره الفرن 220 على الرف النهون، الرف اللي هو فوق الشبكه على طول، او الرف فوق الشبكه على طول على درجه 220، والفرن تبقى سخنه. تمام. طبعا انا ما دهنتش الصينيه لان انا كنت حاطه قشطه او سمنه، فمش محتاجه ان انا ادهن الصينيه. يبقى الشبكة بحطها فوق الصاج على طول في أول رف على 220. هتبص تلاقيه بقى بيبكبك كده وبيطلع وينزل وبيطلع وينزل ويتنفخ ويشكشك كده لغاية ما يستوي وياخد اللون الجميل الحلو. وهوريه لكم. لو انت فرنيتك ما بتديش اللون ده، اصبري حطيها تحت الشوايه. لكن انا بسم الله ما شاء الله من غير ما نشغل شوايه ولا نحمر وش، هي استوت لوحديها وايه، وحمرت لون تحت فوق وخلت اللون فوق وتحت لوحديها. استني لما تهدى شويه، يا ريت تهدى بس بلاش تبرد يعني، لان حلاوتها وهي سخنه بقى، والسمنه بالشر منها كده ولا القشطه يا حبايب قلبي. وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.